اللي فاتت اللي هو من ساعه ما جينا. انت خلصت مشكله عبد المنصف؟ الحمد لله، وخصوصا ان الفتره من ساعه ما جينا هو بينتظم في التمرين بعد مباراه الاهلي ومفيش حاجه، واي حاجه كان بيجي يتكلم معانا وكل حاجه، وفي برنامج معمول له، فما فيش كانش في داعي ان هو يعمل الموقف ده، لان الموقف دوت ما يطلعش من لعيب هاوي يعني. نعم. ف 3 ايام دلوقتي قفل تليفونه وما بيردش على، طبعا ما فيش محاولات، مش عارفين هو جوه مصر، طبعا اتاكدنا ان هو احتمال ما يكونش بره مصر يعني. نعم. هو يعني انا موقفه غريب لحد دلوقتي، انا مش لاقي له تفسير، لان ما حصلش اي مشكله مع حد ولا ليه طلبات، يعني ما فيش طلبات اصلا متاخره ولا اي حاجه. فطبعا دي انا موقفي ان انا بطبق عليه اللائحه كل يوم، طبعا اللائحه معروفه وهو عارفها. نعم. وفي بعد كده يعني الورق بتاعه بنوديه للمجلس اداره نادي الزمالك، هم اللي بعد كده قرروا موقفه ده. احنا دي يعني نعم. الحدود بتاعتنا ان انا اوقع عليه اللائحه بتاعتنا. طيب الجديد في صفقه ابو كونيه لاعب الانتاج الحربي؟ ابو كونيه الموقف بتاعه بطريقه غريبه كده، وفجاه لقينا الموضوع توقف، ومش توقف من ناحيتنا يعني، توقف من ناحيه الانتاج، اداره الانتاج، لان احنا قعدنا معاهم مره واثنين وحصل مفاوضات، والمفروض لو في نيه ان هي في حته المساعده، انك انت عايز تخلص حاجه او في مرونه. نعم. كانت بانت، بس انا شايف ان الموضوع في توقف لسبب ما، انا مش عارف ايه السبب بالظبط، بس السبب اكيد عند اداره الانتاج، وما الموقف كله لعيب ماسك بيه طبعا زميلته ماسكين بيه. نعم. احنا طبعا اتفاجئنا بالموقف الغريب جدا، فما كنتش اتمنى ان يحصل كده، ان خصوصا ان سياده الوزير السيد مشعل راجل رياضي وراجل يعني بيحب نادي الزمالك، فكنا نتمنى ان هو كان يسهل الموضوع، لان يعني لعيب عنده الرغبه ان هو يجي يلعب في نادي كبير زي نادي الزمالك، فكنا نساعده. واللعيب على فكره موقف برضه يعني اللي اثر برضه معانا شويه، اثر فيها فعلا، ان ابو كونيه من الحاجات اللي يعني لقيته طلب ان هو حتى يتنازل عن الفلوس بتاعته. نعم. اللي هو السنه الاولانيه، ويبقى موجود في النادي مجرد بالسالري او بالقبض الشهري بتاعه. يعني الراجل بيضحي علشان يلعب للزمالك. وبالسكن بس. نعم. هو ده اللي طلبه، وقال انا مضحي ومش عايز فلوس سنه. نعم. بس اجي نادي الزمالك. فطبعا وكابتن طارق يحيى عارف الكلام ده، فانا مش عارف الموقف، هل في حاجه، في مشكله مثلا؟ هل تفتكر ممكن يكون في انديه اخرى دخلت في الطريق عشان تقطع الطريق على الزمالك؟ لا، ما اعتقدش، لان كابتن طارق قال مش هيمشي، طارق قال مش هيمشي، قال لما لنادي الزمالك لو سبته. نعم. غير كده مش هيروح في حته، طبعا بعد موافقه اداره الانتاج يعني، بس هو متمسك لو مش هيبقى يمشي لنادي الزمالك. طيب كابتن ابراهيم، اخيرا النادي الاهلي ونادي الزمالك في ضيافه نابارو والفيوم بكاس مصر في دور ال 32، لو الاثنين فازوا هيقابلوا بعض في دور ال 16، اعتقد هتبقى الاول مره ان هم يلتقيان في هذا الدور. ويمكن قرينا النهارده في الاهرام المسائي ان الجهاز الفني والاداري لفريق نادي الزمالك سعيد بمواجهه الاهلي اذا تواجه او الفرقتين واجهوا بعض في دور ال 16. طبعا يعني هو طبعا هي مفاجاه، يعني حته ان اول مره يحصل النادي الاهلي والزمالك يتقابلوا في دور 16 ان شاء الله، لو في نصيب والفرقتين فازوا في الدور 32. طبعا دي حاجه يعني هي ممكن تكون حاجه كويسه، وحاجه يعني بالنسبه للجنه المسابقات، يعني برضو المفروض حتى على المستوى كاس العالم او مستوى كاس اوروبيه او مستوى كاس افريقيه، الفرق الكبيره برضو او الفرق المصنفه الاولى بتبقى ليها اعتبارات عشان البطوله. نعم. تبقى بطوله غاليه او بطوله عاليه او تقدر عمليه تسويقيه العاليه. فهم يعني ما اعرفش، ما هو فكر، كل واحد ليه فكره. فبقول ان انا بالنسبه لنا كنادي الزمالك انا برحب يعني ان شاء الله النادي الاهلي ممكن يكون خير ان احنا نلاعب النادي الاهلي في بدري، بحيث لو في نصيب وربنا كرم وفوزنا، يبقى في انك انت بتنور لك بطوله، او يعني طريق تقدر تكمل طريق سهل يعني شويه. طريق البطوله بيبان من الاول سهل، يعني بيبان نور بطوله. فلو حصل يبقى يمكن ربنا بقى يبقى خير بالنسبه لنا. فاحنا بنرحب بان احنا نقابل النادي الاهلي ونقابل اي فرقه، لان انت نادي الزمالك، فانت المفروض بتواجه، يعني انت مستعد انك تواجه اي موقف واي فريق، لان انت نادي كبير يعني. كابتن ابراهيم حسن مدير الكره في نادي الزمالك، بنشكرك شكرا جزيلا، بالتوفيق لهذا النادي الكبير، وبالتوفيق ليك ولكابتن حسام حسن، شكرا جزيلا.